متابعي كوره بلس من كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من سوشيال بلس. شارك فيها زي ما تعودنا معاكم دايما ابرز واهم الاحداث والترندز اللي قدرت انها تتصدر منصات التواصل الاجتماعي على مدار اليوم. والنهارده نبدا كلامنا معاكم طبعا بالنادي الاهلي اللي قدر امبارح انه يحلق بنسره فوق سماء القاره السمراء ويكسيها باللون الاحمر. النادي الاهلي مش بس كسى القاره السمراء باللون الاحمر، لكن كمان منصات التواصل الاجتماعي، ولكن كان ابرزهم محركات بحث جوجل، وتخطت عمليات البحث عنه لحد دلوقتي اكتر من 100,000 عمليه بحث. النادي الاهلي قدر امبارح انه يفوز على الترجي بهدف سجله طبعا لاعب رامي ربيعه في وقت مبكر من الشوط الاول من المباراه، وبكده تكون الانديه المصريه قدرت انها تهيمن على الالقاب القاريه بعد طبعا فوز الزمالك بالكونفدراليه على حساب نهضه بركان، وامبارح فوز النادي الاهلي على الترجي في دوري الابطال. الحساب الرسمي لكأس الكونفدرالية ودوري الأبطال احتفى بتتويج النادي الأهلي امبارح، ونشر على موقع اكس صورة وقال خلالها الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12 والنسر يواصل التحليق في سماء القارة السمراء. طبعا النادي الاهلي قدر امبارح انه يفوز طبعا عن استحقاق وعن جداره بعد الاداء المميز اللي قدمه لاعبي الفريق، ولكن كان على راسهم وابرزهم هو اللاعب اكرم توفيق اللي قدر امبارح انه يفوز بجائزه رجل المباراه. ونشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي صوره بيحتفي بها باداء اللاعب، وكتب خلالها اكرم توفيق رجل المباراه النهائيه باداء اكتر من رائع. كمان مش هنغفل عن ذكر اللاعب مصطفى شوبير الحارس المرمى الواعد اللي قدم اداء مميز جدا ومبهر. مصطفى شوبير هو اول حارس يقدر ان هو يتوج بدوري الابطال من غير ما تستقبل شباك ولا هدف. ونشر الحساب الرسمي لموقع سوفا سكور وقال ان مصطفى شوبير شارك خلال 9 مباريات، قدر خلال ال9 مباريات انه يخرج بشباك ونظيفه، كمان قدر انه يتصدى ل 29 تصدي. كمان مصطفى شوبير خرج من البطوله دي كأفضل أداء للاعب، وده طبعا بنتيجة 7.5، ده طبعا معدل مميز جدا للاعب مصطفى شوبير. ده كان بالنسبة للجانب المهاري مصطفى شوبير، ولكن خلينا نتكلم معاكم عن جانب تاني من اللاعب أظهره امبارح، وهو الجانب الإنساني. ظهر في لقطة من المباراة امبارح عقب انتهاء المباراة، ومصطفى شوبير وهو بيواسي حارس مرمى نادي الترجي اللاعب امان الله ما ماتش، وده طبعا بعد الخساره اللي واجهها الفريق. خلينا ننتقل معاكم بقى بالحديث عن رامي ربيعه اللاعب صاحب هدف التتويج اللي سجل هدف في وقت مبكر جدا من المباراه. رامي ربيعه قدر امبارح ان هو يفوز ببطوله بطوله دوري ابطال افريقيا السادسه ليه مع النادي الاهلي، وبكده يكون دخل في قائمه اكثر اللاعبين فوزا بدوري الابطال الافريقيه، طبعا بالتساوي مع وائل جمعه وحسام عاشور. ده كان ابرز ما يخص اللعيبه ومباراه الامس، ولكن خليني بقى اشارك معاكم مظاهر احتفال اللعيبه امبارح واللي تفننوا في مشاركتها مع الجماهير. وكان ابرزها طبعا لاعب محمود كهربا اللي نشر على حسابه وعلى موقع فيسبوك صوره كتب خلالها وعلى نياتكم ترزقون صحوني على ال13. جدير بذكر ان محمود كهربا شارك الاحتفال ده قبل كده مع الجماهير في الموسم الماضي من دوري الابطال، كمان شاركوا مع الجماهير في دوري الابطال نسخه 2021. اما بقى بالنسبه للاعب محمد مجدي قفشه نشر على حسابه الشخصي على موقع انستجرام رساله مؤثره وكتب خلالها مفيش كلام اقوله اكتر من الحمد لله، كرم ربنا ملوش حد، 4 بطولات افريقيه مع الاهلي، كنت فرحان باول بطوله وبعد الرابعه لسه بقول في تاني. اما بقى بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، اللعيبه ما اغفلوش عن دعم اللاعب علي معلول اللي طبعا تعرض لاصابه خلال مباراه الذهاب في رادس، ونشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي صوره للاعبي الفريق وهم ماسكين قميص اللاعب علي معلول. ده كان بالنسبه لاحتفالات اللاعبين، ولكن خليني اشارك معاكم دلوقتي تهنئه جماهير النادي الاهلي سواء كان من الفنانين او من الانديه. ونشر الحساب الرسمي لاستون فيلا صوره كتب خلالها سيب غيرك ياكل يا اهلي، الف مبروك للنادي الاهلي نادي القرن. اما بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري فنشر برضو تهنئه للنادي الاهلي كتب خلالها
خالص التهاني القلبيه من مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري برئاسه الاستاذ محمد صلحي للنادي الاهلي وجماهير مجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب. اما بقى بالنسبه لنجوم الفن فبرضه اظهروا التهاني والاحتفالات بتتويج النادي الاهلي امبارح، وكانت ابرزهم طبعا النجمه انغام اللي نشرت على حسابها على موقع اكس وقالت الف مبروك النادي الاهلي، مبروك للاهلاويه البطوله رقم 12. اما بالنسبه للفنان احمد فهمي فكتب على حسابه الارقام القياسيه لها عنوان واحد وهي الجزيره. دي كانت ابرز واهم الاحداث اللي قدرت انها تتصدر منصات التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، ولكن استنونا في حلقات تانية من سوشيال بلس نشارك فيها معاكم ابرز واهم الاحداث والترندات.